قالت مجلة ميليتري واتش الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية والدفاعية قالت أن روسيا سلمت أول مقاتلتين من طراز سوخوي 57 إلى الجزائر، وأن الطائرتين دخلتا الخدمة الفعلية في حدث يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تصدير مقاتلة من الجيل الخامس غير المقاتلة الأمريكية F-35. قالت كل هذه السنوات وإحنا نتسلح لكي نهدد المغرب، كل هذه السنوات حارمينا من التنمية، حارمينا من العيش الكريم، تتسلحون بمليارات الدولارات، مليارات الدولار، الملايير صرفت على الجيش الوطني الشعبي الجزائري. بعدها تقولوا لنا بأنه العدو هو المغرب، العدو المغرب الجار العزيز، المغرب إخواننا هم العدو، جيراننا اللي دفعتوهم أنهم يطبعوا مع الكيان، ودفعتوهم أنهم يتحالفوا مع كل القوى الغربية لكي يحموا أنفسهم من أموال الجزائريين اللي تسلحتوا بها باش تهدوا بها إخواننا المسلمين وجيراننا المغاربة. احنا أصبحنا نهدوا في إخواننا وتدفعوا فيهم باش يروحوا يتحالفوا مع قوى أجنبية باش يحموا نفسهم منا، ويقولوا لشعبهم المغاربة، يقولون الملك نتاعهم يقول لشعبه أنه نحن مهددون من جيراننا الجزائريين، تسلحوا لكي يهددوننا. مغاربة، دولة في زاوية القارة لا تملك حدود برية مع أي دولة إلا الجزائر، تقطع عليها الحدود البرية، تقطع عليها الحدود الجوية، تقطع عليها الحدود البحرية، تقطع عنها النفس. أعطيني دولة في العالم تعاني هذا الخناق مثل ما تعانيه المغرب من الجزائر. أعطيني دولة في العالم تعاني خناق وغلق كما تعانيه دولة المغرب. ما يغرك حتى واحد. الجزائر والله العلي العظيم قسما بالله مشروع والله غير مشبوه، ومشروع مدعوم من الكيان، والله العلي العظيم. والله لو كانوا اللي حاكمين الجزائر ناس عقلاء لكانت المغرب حليف استراتيجي ودولة شقيقة مفتوحة الحدود على مصراعيها. تقول لي المخدرات، الحمد لله المخدرات موجودة في الجزائر، يعني أعطيني يوم واحد ما كانش كاين المخدرات في الجزائر يعني اللي تدخل من المغرب. ما عندناش يعني نقص في المخدرات. وش هو التهديد اللي يجينا من المغرب؟ ما هو تهديد اللي يجينا من المغرب؟ إذا كانت المخدرات موجودة بالأطنان في الجزائر والناس تتناول في الزطلة المغربية والحشيش، حاجة عادية. أمر مشروع كيان، يعني مشروع كيان وغلق على الشعبين، لأن الشعبين هذوم يشكلون قنبلة بأتم معنى الكلمة. الشعبين هذوم خطر على قوى أخرى، لهذا السبب ما خلوهمش يتحدوا، ما خلوهمش يكونوا قوة اقتصادية. ومرحبا مع حقيقة تسليم روسيا الجزائر أول مقاتلتين من طراز سوخوي 57 في أول تصدير لمقاتلتها الشبحية من الجيل الخامس. يعني بحسب التصريحات التي نشرتها وسائل الإعلام الروسية، تصريحات وأقصد تصريحات فاديم ديخا الرئيس التنفيذي لشركة طائرات المتحدة الروسية التابعة لروستنج، أن الشركة سلمت بالفعل طائرتين مقاتلتين من طراز السو 57 من الجيل الخامس لعميل أجنبي.
رغم أن روسيا لم تعلن أو أن الرئيس التنفيذي للشركة لم يعلن رسميا عن هوية المشتري، لأن كافة المؤشرات توحي بأن الجزائر هي هذا العميل الأجنبي الذي حصل على مقاتلات الجيل الخامس والتي تتفوق على الطائرات الأمريكية من طراز F-35. الجزائر في وقت سابق كانت قد أعلنت أنها تعاقدت مع روسيا على شراء 6 مقاتلات من طراز سو 57، وأن الطيارين الجزائريين تلقوا تدريبا عليها خلال الشهور الماضية. كذلك أعلنت مؤسسة روس أبارون إكسفور بأن أول مشتري لطائرات السو 57 سيتسلم طائراته هذا العام. العديد من الخبراء اعتبر أن حصول الجزائر على هذا الطراز من الطائرات سيجعلها من أقوى القوات الجوية وأكثرها تطورا في أفريقيا وفي الوطن وفي العالم العربي، باعتبار أن مقاتلات السو من الجيل الخامس متعددة المهام، تم تصميمها لتدمير كافة الأهداف الجوية والبرية، وتتميز بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، أيضا بقدرات قتالية عالية منها التصدي للدفاعات الجوية والمناورات الجوية، بالإضافة لحمل أنواع مختلفة من الصواريخ البعيدة المدى. نعم. وقد يتساءل البعض لماذا روسيا تقوم بتصدير هذه المنتجات للأسواق الأخرى؟ لا شك أن فتح باب التصدير أمام السو 57 هدفه الأساسي هو توفير سيولة للميزانية الروسية وأيضا الحفاظ على خطوط الإنتاج. لك جزيل الشكر من موسكو مراسلنا مازن عباس.